وعلى الله يحفظك. صفاء موبايلك طلع بيه البث؟ اي حلو خلاص. حافظ صفاء. يا الله. والله جيب عليكم السلام ورحمة الله. حبيب عباس ناصر، الأخوة المشاهدين، نورت البث، بارك الله فيكم. شباب يعني اللي يقدر يسوي مشاركات بجروباتنا مال الهواية. تحياتنا لكم جميعا. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم احنا بضيافة حمود الشويلي، انا والاخ صفاء منتظر المقدم الرائع. والله. والاخ فيصل ابو زهراء خلف الكواليس الاشراف العام. ابو نظور بعد تتوكل بالله ورا ما تشرب هاي الكاس مال ماي. وانا السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. حلقة مميزة مع بطل الكرخ لسنوات المميز حمودي الشويلي. اخوان حبينا اليوم، طبعا احنا الناس قالت يعني اكثر لقاءاتكم صارت بجانب الرصافة. احنا ان شاء الله ما عندنا فرق، حتى ويا المحافظات واي واحد يسوي لقاء نسويها وجميع ابطالنا. حلقة راح تكون مميزة مع بطل الكرخ حمودي الشويلي. حمودي طبعا رقم صعب بسباقات الكرخ لسنوات، يعني الرجال كل سنة تلقاه بدمج الكرخ، يعني هو متصدر النادي، هو متصدر. حمودي غني عن التعريف، يعني المعرف لا يعرف. حمودي ما الله شاهد، يعني الناس يقول لهم يستحون يطلعون للاعلام، بس احنا مرات هم نقول لهم يعني لازم يطلعون، لازم يسولفون. اكو ناس قالت لازم ابطال الكرخ والرصافه المميزين نعرف شو استخدموا وشو انطوا الحمام، شنو السلات اللي يمتلكوها. احنا هاي الغايه من حلقاتنا، الله شاهد، يعني ما عندنا فيها غايه وغير شيء او ترويج. نريد نعرف شغلهم شنو هاي المتسابقين. حمودي احنا اليوم طبعا دعانا رجال راح نشرح عن السيارات اللي عنده، المنتجات اللي يستخدمها، تجهيز بالصيف اثناء السباقات. اكيد راح نشرحها نقطه نقطه. حمودي شنو كانت بداياتك بسباقات الكرخ؟ اول ما بديت يا سنه نتائج حققتها هذه السنين على مدار السنين؟ والله اول ما بديت، بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. بديت من 2013 14. يعني حمام كان عندنا، حمام بسيط يعني مو اي بدايه. منين اقتنيت بداياتك؟ والله انا صحيح انا لو ما خسران بالبدايه ما شو اسمه، يعني سابقت وخسرت؟ اي خسرت، يعني كان ما عندنا حمام. اي بس بعدين بداياتي يعني بعدين اقتنيت اول حمام من مهند القريشي ابو عباس، حياته
اخذت من عنده زوج للبالون، وفحل من البالون، وطيره لسه 208 وطيره بروبر، وفحل البيت كوستر 4. ومني محمد جبار اعطيني بطيره 7 سوبر ايس على نادي جي اف سي طلع شبكته، كان نادي كلش قوي. ومن ابو زيد اخذت من عنده طيره 5 سوبر ايس 14 سوبر ايس. اي هم ذني تقريبا 6 طيور 7. وبعد وراها السنه مباشره اللي دخلت لي الجيل. حلو. اي طيره وفحل موجود بالطيره ما تدخل الفحل يعني الفواز. انا اول واحد بالعراق فكيت الفواز. ما شاء الله. اي حمار. سابقت يعني كانت نتائج بالنادي اول سنه لك لو اول سنه قلت خسرت السنه إيه وراها سجلت بس مو ذاك التسجيل يعني ما اعرف اجهز كنت قليل خبره. حلو. اي قليل خبره بس اللي ورا السنه هاي جهزت حمام ودربته وما سابقت قعدت. حلو. يعني سنه 2015 16 من 17 اول سنه صارت سباقاتنا عن طريق السريع على الدولي. كنا نسابق على القديم ب 15 صار دمج مباشره يعني 3 سباقات ودخلنا بالدمج. كان عندنا دمج يبدا الديوانيه 4 سباقات كانوا يختارون. اول السنين. حمودي تقدر تشرح لنا نتائجك مال هاي السنه انه بنرجع السنين وراها. هاي السنه ايش عندك نتائج حققتها نادي نادي الكرخ المركزي. نادي سيف علي. تحياتي نادي مميز. نادي مميز. شنو النتائج اللي حصلتها بالنادي هاي السنه؟ اول سباق كان عندي تقريبا 7 طيور بال10. اول وثاني يمكن خامس سادس سابع ثامن. اول سباق. ثاني سباق اخذت اول وثاني ثالث ورابع. 3 طيور بال10 و4 طيور على الدمج. سباق بعدين اشرح لنا عن اشرح لنا عن النادي هسه. يعني هالنادي سابقت فيه 8 سباقات يعني ما طلعت من ال10 الاوائل. كم مره اول عندك؟ اخذت 5 مرات اول. حلو. 5 مرات اول. ما شاء الله. ثاني ثالث. اي 5 مرات اول وثاني وثالث تقريبا كل سباق 5 طيور 6 بال10. ايش صار عندك حمام سوبر رايس بالنادي هاي السنه؟ النادي اول وثالث. اول على نادي الكرخ المركزي. على الكرخ اول وثالث ورابع وخامس وسادس. ما شاء الله. وسابع. كانوا 11 12 16 طير ولا 15 طير ما شاء الله ما شاء الله. بالشريك. ما شاء الله. طبعا نادي الكرخ نادي مميز بابطال عباس القصاب كل ابطال. تحياتي ابطال الكرخ ربي يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. بالكرخ بالدمج الكرخ صعدك سوبر هاي السنه. سوبر ايس ثاني سوبر ايس. ما شاء الله. اي ثاني سوبر ايس و11 وكيلو 22 يمكن بال 115 طير. لكن السنه اللي قبلها السنه اللي كان قبلها عندك عدد الكرخ. على دمج الكرخ كان عندي ثالث ورابع وخامس. كان التاسع على 6 طيور بال10 و 23 طير. السنه اللي قبلها لا تذكرها. كان هم عندي 5 طيور بال10. ما شاء الله. يعني حمودي ما شاء الله يعني يمشي اول وثاني. اذا تعد مثل الاثنين متسابقين او 3 بالكرخ حمودي يعني من ضمنهم. حمودي متسابق يعني ورقم صعب في سباقات الكرخ. الله شاهد يعني كل سنه يدخل يحقق نتيجه على مستوى النادي وعلى مستوى دمج الكرخ. الله يوفقه ان شاء الله. احنا راح نبدا نسال حمودي اسئله بالنسبه لاختلاف الحمام. هسه بعدين الرجال يشرح لنا عن الحمام اللي متنكه. تقريبا من 50 الى 60 مركز. لا هسه الولد يحاكون من خلف الكواليس. قالوا ايش قد خلال مسيرته بالسباقات من 2017 اللي جاي كم مركز اول كم مركز اذا تذكرهن يعني هيك. يعني تقريبا 60 مركز اول. ما شاء الله. اول وثاني وثالث. 60 على النادي وعلى الدمج. يعني عنده 60 مركز اول خلال مسيرته من 2017 اللي جاي. يعني هاي نتيجة ما واحد يحصلها وشاهد يعني هاي ما جت من فراغ. يعني نتيجة صعبة. على الدمج وعلى النادي. ما شاء الله. ما شاء يعني. الله ما شاء الله. عمودي نقدر نسالك عن السلات اللي عندك هسه حاليا صلحت؟ اي. هسه هاي السنين راحت. هو هن نفس دائما هن وقفات لان انا ما عندي حمام اجنبي بس عندي فحل. يعني اشرح للمتابعين فحل تعرف الناس حمام وفحل محمد الجير ترى هي ما تقدس الفحل. بنات السوبرات قمت تبزرها وبنات. اي بناتي طلعت بعد اقوى. ما شاء الله. هي سلاله يعني عندي من البالون قلت لك الطيره محمد جبار طيره فحل اسامه ابو زيد
ما شاء الله. يعني هن ذن نص اللحم السطح ارتكزت عليهم وعلى بناتي بناتي. قاموا طلعت اقوى من عندهم. ما شاء الله. اي مو بس هن بناتي الافضل. ما شاء الله. حمودي نقدر نسالك مثل على تجهيز الفرخ قبل لا تنزل المايات، ايش تنطي الحمام؟ هسه المايات هاي عندك هاي ورا طبعا محميه مال المايات. شنو الكورس اللي تعطيه لها قبل لا تطبق الحمام؟ انا بس اعالجها سلامولا وكنكر بس. كم يوم سامولي؟ سلامولا انطيها 10 ايام، اقل شيء 10 ايام. حلو. راسي توب 10 ايام انطيها. واعالجها اعطيها سيليكون وخمير تجيل واعطيها كنكر واطلق الطيور. بس سلامولا وكنكر يعني. تطبق الطير الفايز او الفايز. اي هن كلهم الشبرات بيناتهم اول على الثاني. ويبقى هذا الكل يسرح ما ظن من هاي مستمر. اي ما شاء الله. حمودي من يطلع الفرخ مالتك تخرجه منطقتكم يعني تخرج بها الطير ولا يتخرج بها الطير؟ لا يتخرج تخرج الصبح او العصر؟ انا خرج الصبح. يعني طير الصبح طير قوي يعني. اي خرج الصبح. حلو. زين الطيور كبرت الطيور وصارت نبدي الناس بتقول بدينا بالصيف كنا ناس نخرج بالشتاء ونضم الصيف نبرد الطيور المايات نبدي النوم يعني نجهز هذا المحدث اللي عندنا حتى نسابق فيه. هم تعطي كورس نفس الكورس مال المايات او غير كورس؟ غير السباق قبل لا تقصي بس الكنكر بس كنكر يعني لا بعد ما انت بس عالج المايات سلامولا مره واحده. تعالج هواي وقليل انت؟ لا قليل والله. يعني اعتمد على بالصيف على الاعشاب. حلو. ماكو ناس يعني مرات نقولها نطلع بث، اكو ناس محافظات ناس ربعنا ببغداد قالوا يا متسابق تسوي يا بث يقول اعتمد على الاعشاب، وانا هو يقول لك انا اعتمد على الاعشاب صحيح هو متسابق، بس اي متسابق يصير عنده حاله فد مرض فشي لازم يعالج. صحيح. لازم يعالج من هالباب اللي جاي نسولف. تطلب بس كنكر؟ بس كنكر. تقص الطيور بشهر السابع بشهر الثامن؟ اقص مثل 1/7 ابلحن حبوب كنكر. اي. كنا نقصها بالحبوب. يا شركه استخدمتها؟ مال شركه تورس انا. حلو. اي بدنا قصها ابلع حبايه كنكر. اخواننا الله شاهد قبل نصعد يعني حمود حضرنا منتجات مالته وحضرنا اغراض مالته قال انا احكي اللي يرضى بي الله يعني، قال ما اضم شيء على المتسابق او على الهاويه او على اي واحد، يقول معلومات استخدمتها راح اجاوبكم عليها. حمودي بديت مثل نقول قصينا الطيور جهزنا الطيور فتحنا اول ايام الحمام كل الناس تفتح 1 10 و15 10 بهالحدود هاي 15 يوم. صحيح. مرة احنا كلها ونسأله هذا السؤال يعني تبقى للمتلقي، اي واحد يقتنع بحكي هو يمشي عليه. لا هذا تنويه يعني احنا لان دائما نعيده ونسأله على النلتقي به على مود المتلقي. احنا الحلقه كلها جاي نسويها نلتقي بابطالنا المميزين طبعا عندهم غضب الله شاهد يعني نصعد يمه قاعد نحكي وياه يقول الله شاهد راح اعطيكم المعلومه الصحيحه، واغلبيتهم طلعوا اغراضهم الحقيقيه اشتغلوا بيها. ما يعني ما يسوي واحد مثلي يضمن لك معلومه او غير شيء. حمودي الكورس مال طيور قبل لا تطلعها طيور الجزء عندك مخالب قبل لا تطلعها بشهر العاشر. هم تعالج بعد؟ اي من تكمل الطيور عالج كنكر 5 ايام. زين بالصيف تستخدم الحمام؟ يعني بالصيف من الطيور مثل جريتها صارت تشيل الطيور. من قصير الطيور وجريتها. بعد ماكو علاج بس مكملات بس هي شنو مكملات استخدمتها؟ يعني مكملات مثل اعطيها خميره فيتا سيليكول هذول الشغلات. اكو بطل هذا مال مهند القريشي في عسل اذكر شكو شركه تذكر عسل وثوم هذول تحب الطيور. ما شركه هيرو ما شركه هيرو اي. بعد غير شغلات من ذني الشغلات هاي وعندنا مثل هاي خلطه مال ثوم وبصل وليمون هاي دائما بالسوبر ماركت نعطيها. حلو. هاي شيء عشبيه يعني طبيعيه ما اي طبيعيه للطيور. كل واحد وشغله اخوان طبعا الله شاهد. حمودي اذا مرات تحتاج كنكر الطيور شركه ديور تستخدمه ما يدريش حتى ينسوله؟ اي حتى النسل الله شاهد نعطيها اذا يقل اكل لا نعطيها الطيور ما ياثر عليه ما ياثر. حلو. زين حمودي مثل تطلع الحمام وطار الحمام بس قبل ما افتحها انطي منتج السؤال عندهم خلط CBM مال عمار عادل. هذا مال العضلات. اي مال العضلات انطيها 5 ايام يضل جو مال الطيور. 5 ايام من الصبح ليل. من الصبح قبل لا تفتحها. قبل ما افتحها. حلو. اي ورا ما افتحها يعني ورا اسبوع عندي ما ارجع اعيد عليها انطيها قوم انطيها بالاسبوع مرتين. كل اسبوع مرتين. هذا اعتمدت عليه مال العضلات. يعني جربت انا شركات هي هواي بس هو هذا كله زين انصحني والله.
احنا طبعا بالاخير هم راح نطلع المنتجات اللي عندك والاغراض اللي عندك. حمودي تقدر تشرح لنا، راح نسالك عن سؤالين، سؤال العلف اثناء السباق والفيتامينات اثناء السباق، بس نريد يعني يكون الشغل اللي اشتغلته انت. اي صحيح. يعني لا فوضى لا جوا رشاد يعني، وانت حمودي يكون مصداقيه الله شاهد ومعروفين وناس ابطال ولكم كلمتكم. حمودي استخدمت علف هاي السنه؟ انا استخدم بالصيف 38. حلو. 38. ما استخدمت 42 مالت لك؟ لا مالت لك من يجي هو؟ اي من يجي مالت لك؟ اي قبل ما شو اسمه موسم مال يا شركه؟ مال 42 هو مال كمان. مال فروبايس. مال فروبايس. اي. وبالعلف كسباق السنه استخدمت يعني بالبدايه فروبايس. اي. الجون كليك والانرجي والجيري رقم 36. بس وانا دائما استخدم يعني مرات فايروس مال شركه فايروس، هسه شركه العمار عادل مال فايروس. جالكسي جالكسي والكوب مال. استخدمت مال فروبايس لو مال؟ لا مال فروبايس وفايروس. بس الجير مال فروبايس. لا حتى الكوب مال. اي لان يجي هالسنه جا متاخر. كل سنه استخدم مال فروبايس لو؟ لا فروبايس بالبدايه وبعدين لا فايروس. حلو. حمود نسالك اليوم مثل اليوم عندنا سباق وجا الحمام الصبح، ايش تنطي؟ اول ما يجي الحمام مو فيتامين بس اعلاف نسولف عليه. لا بس الاعلاف. اول ما يجي ينطي شو اسمه انرجي. حلو. العصر انطيه شو مثل هذا علف الخشن شلون كله كوب مال لو جوني كليك الياهل الموجود كان انطيه من هنا ذا الخشن. بس بوحده بدون انرجي؟ لا بدون انرجي، بس الصبح ياكل انرجي. ثاني يوم ارجع على الجيري. ثاني يوم مباشرة على الجيري؟ لا جيري. اذا الحمام تعبان لا انطيه خشن. حلو. بس اذا مرتاح لا انطيه. يعني بهاي الحالة شوف حمامك، اذا حمامك مجهود شي يريد انطيه. حلو. اعرف. ثالث يوم جيري. رابع يوم جيري. خامس يوم والسادس يوم والسادس ذني يسموه يوم الشحن يعني. يوم الشحن الصبح يا جيري، بالعشاء انطيه انرجي نسبة قليلة مثل ربع كمية قيمة، والباقي الخشن جون كليكل. ثاني يوم اخر يوم اخر يوم الشحن بس الصبح يوم انرجي. وصلت المعلومة اخوان، هذا علف شرحنا عليه. راح اسالك عن الفيتامينات. هم نفس الحالة نفس الاسئلة. اول يوم اجى الحمام طيور الصبح، بما تطير الصبح مكملات لو الكترونات غير يعني عليها. حلو. بس دائما اركز على البطل الاسود مال رون فريد. حلو. والموم هذا اللي حلو. الصبح. خوش. عم تجي الحمام؟ من يجي الحمام؟ العصر اعطيها مثل هذا العسل والثوم مال مهند. خوش. ولو الريحه فيتال ويا الامينو. لو البروتين. الريحه فيتال وامينو. اي لو امينو لو مال شركه توليسان لو البي 90 مال كمال. مال كمال 90 صحيح، مال شركه بروكر. هو اكثر شيء. ثاني يوم الحمام الشيخ تاج اذا حمام مرتاح كل شيء معه. حمود اثناء السباقات استخدمت كوكسيديا؟ ابد والله نهائيا. اي بس اذا تبطل الدنيا يومين ثلاثه انطي بي اس. ما اعطيتك كوكسيديا؟ لا ما بلعت. تنافسيه يعني قبل السباقات. ايش قد؟ يعني مني قبل ما يبدي السباق باسبوع. لا اثناء السباقات. اي انطي. يعني السباق الثالث انا استخدم هذا السبيشل والبجات هاي لو جنوب افريقيا. احنا عندنا جنوب افريقيا حق لو مو حساب. لا طوز. يعني ثالث سباق 4 من اشوف الحمام يحتاج انطي. حلو. اي انا العلاجات يعني بعيد عليها. لا يعني تنافسيه بين سباق وسباق تنطي؟ لا والله شاهد لو ثالث سباق لو الرابع انطي من اشوف التنافسيه. من اشوف يحتاج. حلو. والكنكر نفس الشيء. يعني طريق الاكله انا عندي نظام شبع ما عندي نظام جوع. ما القياس. نظامك بالاكل ايش قد تنطي الصبح وايش قد تنطي العصر؟ الصبح يعني ياكل 10 غرام 15 12 13. حلو. العصر شبع كله شبع ما عندي قياس. ياكل 25 30 لان هو اذا جوعان العصر ثاني يوم الطيره ما يطير. لا ما يظل يخوت البس يرجع. مضبوط. هذا النظام عندنا شبع احنا ما يعني هو العصر متعارف عليه بالشتاء ياكل الطير 30 25 حتى يعبر 30 اذا الصبح اي شيء يعني مرات ياكل مرات ما ياكل. حتى لو ياكل مرات 10 مرات. هسه احنا نكمل مثل خلصت يومين وراها باليومين تجي ايش تنطي؟
ورا ما جت يومين رجعت الحمام الكترولايت احماض امينيه هاي متعارف عليه ريحه بروتين رجع الحمام وراها اليومين ايش تنطي؟ يعني كل اسبوع عندي نظام مثل اعطي اسبوع خميره وسط الاسبوع. اي زيت الثوم ما عندي، الخميره اطلبها لو بالسيليكون لو بالريحه فيتان. حلو. والاسبوع اللي ورا لا زين اخر يومين الشحن بما تشحن انا اشحن عندي شركه توليسان وشركه بروكر كل اسبوع اغير بيها. يعني مثل هذا الاسبوع ايش راح تنطي مثل اخر يومين؟ مثل اعطي شو اسمه الاوميجا 3 انا اشحن يومين مو يوم واحد. اعطي البطل مال عمار عادل انيرجي اخذ طويله تشتري مال توليسان. حلو. والبرباك انيرجي والاوميجا 3. حلو. هذا مثل هاي الاربعاء هذا الخميس وبالما ينطي يوم واحد سي ام كي وكاربو باور. حلو. اخر يوم سي ام كي وكاربو باور بس بالعشاء تنطيهم بروباك كلب بالواحد؟ لا بس واحد سي ام كي وكاربو باور. والاسبوع اللي وراه يختلف. اخر يوم ايش عندك بعد غير شيء؟ اخر يوم اعطي دوست. اي. والبطل الاسود مال محمد فيصل بالماء هذا مال رول فريد. الدوست شلون؟ لا هو الدوست مال شركه توليسان السائل الدوست. اي السائل. نحن جيب لنا خلينا نشوفه. اي عادي بعد جيب لنا المخ خلينا نشوف عندك بينهم مخلصات. هو حتى لو مخلصها يمشي يتذبح. حمو صفط هذا وايد مصروف هذا الصيف. هذا؟ ايه هذا البطل. والله هذا هم اشرح عليه حمود. هسه ولد معلق يرجعك للسؤال الاول. اي يقول حمودي قبل من يفتح الطيور يعني شلون يستخدم وياها النظام اول ما تفتحها الطيور من كانت كملت كانت نسل وكملت يقول شلون يعني انا افتحها من الصبح اول شيء. يعني شو تطيها بهاي الفتره ال 20 يوم او ال 15 يوم؟ هو يظل بس الكترولايت احماض امينيه كليكوز. حلو. يقولون جابوا وايد غراء. لا كلنا نستخدمها. هي تقريبا كلها هيك عندها. احنا مثلا هسه نركز بالصيف عندنا هذا البطل للامانه يعني من الطيور يقل لك كلها هذا البطل. هنا علي هو يعني هو حمود السوي يديرون الطيور. تاكل بشراسه هو هذا البطل مال على الدشتي هذا الكترولايت وحماض امينيه. اي هم الخميره مالته هم نستخدمها يعني بالصيف ونعطيها. يعني حمودي ما ماخذ شركه ماخذ اكثر من شركه. هو اي شيء يعني يفيد حمامه قاعد يجيبها حمودي. هسه قلنا اللي استخدمته مثل البروتين هذا هاي الخميره ولا هاي اللوكيلات. الصفاء هو هسه جاي بالتفصيل. حمودي استخدمته اثناء السباقات. هسه بالصيف شو طيف؟ يعني علي ما ركزت بالصيف اكثر شيء ركزت عليه يعني بالاجواء الحاره شلون وهي الطيور ما تطير. احنا بنبدل المي اكثر شيء. يعني مي نظيف. اي مي نظيف يعني مرتين ثلاثه باليوم الله شاء يجي بدله. هو يحتاج اعطيها بس كلس وفيته وخميره. لا عندنا غراف شو استخدم بالصيف؟ ركز عليه مثلا خلي حمامك مثل صاحي اثناء الصيف يعني عبرك الصيف كله مثل حمام ظل ياكل حمام ما راجع مستوى. هذا البطل عصير الثوم مال شركه كثير. اي واحنا نسوي خلطه هاي مال ثوم بصل طبيعيه. حلو. تنطي بروتين بالصيف احماض امينيه. احماض امينيه نطيب مره اعطيه اليامين عندك البطل الاسود مال محمد فيصل هذا البطل يعني كترولايت حتى السكريات نطيها كليكوز. هسه بعدنا صار قدامنا خليك اسبوع السباق ايش تنطي من يجي الحمام من اول يوم لاخر يوم. اكو ساعه ما شايف. اكو منتجات يعني ما مخلصه. يعني اول بالعوده انطي هذا الموم والبطل الاسود مال الريد. الاحماض الامينيه. اي الاحماض معروف هو البطل معروف. شو هذا؟ هاي وصلت. العصر انطي مثل البروتين ويا السيليكون لو ويا الريحه فيتال. ريحه فيتال مال توليسان
بنص الاسبوع بعد تنطي انت مثلا خلي- تنفسيه اعشاب تستخدم؟ تنفسيه عشبيه ما عندي. عندي هاي شو بس. استخدمت يعني؟ الدوست، هذا الدوست السائل. دوز السائل مال الشركه. مال الشركة. إيه. الخبط وين هذا لو بفضل شلون وين اليومين؟ هذا مطيويك اليومين ويشتغلوا هم البطل الاسود. الدوز اليومين استخدمت هذا مال هذا إيه. وين ريحه فيه تالي؟ هسه خلص طبعا دار بالبطل. حلو. اي وين ريحه؟ اي معروفات هن، إيه، بس هن اذكر اسمهن الناس تعرف. تشحن الطيور بيمن؟ من اخر يومين قلنا السي بي ام انت ما عندك تخلص سي بي ام. اي هم انطيها يعني كل السباق الثاني الثالث تحتاج الطيور انطيها. حلو. يعني ما قطعه. اي اخير يوم بدنا ننطيها. هذا بالمي بالمي. شوي ارفع عندك. هذا بالمي بس بالعشاء. هذا بس العصر. بس بالعشاء. ايه العصر. بس بالعشاء. يعني يوم هاي يوم هذا. اي اسبوع هذا اسبوع هذا. اي مرات نعطي لك هذا الانرجي مال شركه بايرس ويا الكيستر انرجي مال شركه توليسان. حلو. حلو. هذا شفنا عندك الفويك هذا حديد اليود. اي هذا هم خبطه وين البطل الاسود تنطيب وين تريان السباقات؟ ريال طيب بالاسبوع يعني دائما تطيب؟ كل بين سباق وسباق اعطي التوست احط سنه ثلاثه الغي السي ام كي والكاربو باور اخذ ذنب بالمي. الدوست والبطل الاسود مال محمد مال فيصل محمد فيصل. والكويك. والكويك ثلاثه بس هذا- بالعشاء اخير يوم. اخير يوم من اي بس بالعشاء بس بالعشاء يعني غير مو دائما نعطيه يعني اسبوع من هذا واسبوع من هذا. حلو. الطيور صاروا المشاهدة قليلين. ناس يعني اكو متسابقين شو يقول لك؟ يقول لك هذا المسابق الفلاني بطل، المسابق الفلاني بطل. هذول ايش عباله؟ عباله مثل انت قاعد تستخدم منتج مثل هو ما عنده. صحيح. زين بهاي الحاله تعتمد على صحه الحمام. لو انتم منتجات مثل قاعد تجيبوها ما عند المتسابقين البقيه. لا وش حكي؟ على صحة الحمام. ها؟ اذا الحمام صحته زين ايش تعطيه يستخدم. حلو. زين تنفسيه مثل هذا اكو تنفسيه اوبر هذه يحطونها. لا والله شاهد ما بيستخدمها؟ لا ابد ابد. الكركر استخدمته بس تونسات؟ الكركر اي. مال الديولت حلو. بالهذا بس الحالات الفرديه لا حبوب مال تولسان. لا انطيت طوز مال ديول؟ اي ديولت اي لان عندي حمام 80 حمام 90 ما شاء الله، مال ما شاء الله. اللحم يعني ما شاء الله. اعطيها بالديولت. حلو. بعد عندنا اخوان طبعا المنتجات سالنا عليه، سالنا حمودي وواي جاوبنا ولا لحينا عليه يعني. لا لا، عادي، احنا سالناه يعني واي قبل لا نصعد هم سالناه هذا يستخدمه حمودي الله شات. هاي القطره هاي القطره بيوم التشفين اعطيها الرساله بالخشب. ما استخدمت الثانيه؟ لا بس هاي الزول ما استخدم الا هاي رساله. عين وخشب لو بس؟ لا بس خشب بس خشب قبل التسييل؟ اي قبل التسييل بنزل العبيه اقطر الخشب من هنا ومن هنا. حلو. بعد هو طبعا هم عنده منتجات مخلصه الله شاهد حمودي. اي عندي السي بي ام مال عمار عادل مال علي دشت الخبيره قلت لك انه هذا السؤال هنا من احد الاخوه يقول شنو الخبطه الاعشاب اللي يستعملها بالصيف؟ شنو المواد اللي ممكن يذكرهن او طريقه الاستخدام كلش قد ينطي منها؟ يعني هي مثل بصل بالصيف. بصل احمر ايه. وليمون مثل راسي البصل الاحمر هذا الحار وليمون لا ما ليمون وخلط تفاح كله ذلك وثوم. يعني اي واحد يريد يتاكد منها يراسله على الخاص او شنو ما عنده شيء غير رجع. واي عالم معلمينهم هاي الخبطة. فما تعطيها يعني مثل على الاكل اقل من 30 سي سي على الاكل. حلو. احط لها بالوقت يعني اذا عشت بالاسبوع كم مره تطيب؟ بالاسبوع مرتين يظل الحمام صحته زينه ويقول ياكل وشراس بس اعطيها يوم بالخميره يوم بالفيتر. هسه احنا بعد منتجات اكو سؤال كره؟ ماكو سؤال بعد انت حمود السؤال هنا موجود. كم طير سوبر رايس عندك يعني بلوفتاتك تبزر بيها؟ خير. والله عندي هواي تقريبا 80 طير سوبر رايس 80 طير سوبر ما شاء الله. كلها سوبر. لا بجوانه وسابقا بالكف وطلع عندي يعني هذا عدد يعني مرعب بالنسبه لي. يعني بالنسبه لحمودي من ذكر قال 80 او 70 طير ما اتصور اكو جناي مثل بالعراق او بالوطن العربي يمتلك هالقد سوبرات بداخل محميته يبزر بيه. يعني هذا الحمام اللي عنده كله حمام يعني فايز بجوانه يصلح بجوانه
يعني حتى بناتها من تطيهن وتسابق بين ما يفشلنك ما يتعبنك. ابو منتظر يعني صعب هسه تلقى هاو عنده 80 طير سوبر ايس بوقته. يعني مسافه عنده 10 15 يعني 80. هاي نتائج حمود الشويلي يعني ما اجت من فراغ. الاساس صحيح. حمود الاساس صحيح، اشتغل شغل صحيح، الشغل ماله ما اجى من فراغ. رجال ارتكز على الحمام الزين والسوبرات، وكل سنه يعني صار له ما يقارب 8 سنوات 6 سنوات. حمودي ما طلع من مراكز اولى، صدر مراكز اولى في دمج الكرخ. يعني عنده يضرب شرايط الرجال. يضرب شرايط الرجال. كل التوفيق له طبعا. يعني حمودي بالنسبه شرحنا هواي اسئله ماكو، راح تشرح لنا على الحمام اللي عندك الموجود. لا اكو شغله مثل ننصح الهواة بيها. اي هاي ضروريه. وانا ما راح اطلع صوت صوت يعني هذا علي الشويلي اخ حمود الشويلي يعني هو اهم شيء بدل المي بالصيف. يعني خلينا نطلع والله هم نطلع انا. هاي نصيحه لكم. اذا مثل موظف هاي نصيحه يعني المي بدله كل 8 ساعات. اكو هسه طريقه متطوره اللي هي شنو هي شت كاميرات. اذا انت منتسب لان دائما بالصيف وهاي متسابقين ينشرون طيورهم تموت. صحيح. فانت تشد كاميرات واكو برنامج تنزله على الموبايل. تكنك تشوف البرج البيم مي. هسه احنا هاي الشغله مفعلينها ببراجتنا. يعني اي برج نباوع له البيم مي ما بيم مي هاي وحده. طيور السباق هم يقدر يعطي مي فلتر للامانه يعني نصيحه لوجه الله. يعني المي ار مثل مي ار نقول احنا ينطيه. ما استخدمتوا من تانكي؟ لا احنا ننتج السباقات نقص مي فلتر يقلل لنا المشاكل. صحيح. يقلل لنا المشاكل هواي صراحه. والعلاجات هم يشتغلوا احسن. يعني بالتنفسيه بالفلتر مي فلتر. يعني تبديل تعال ابو الحمام هسه مفروض هو الحمام يعني جاي يفرد بيدي. جاي يفرد بيدي. حمود هسه احنا نريد من عندك نريد نشوف الحمام اللي عندك، المويات اللي عندك، السوبرات اللي عندك، ايش حقت هاي الطيور اللي عندك؟ يعني من شويه سنه. شلون؟ طلع لك اياها بعد؟ نقدر نقول شو؟ اي عادي عادي. شلونكم؟ شو اخبارك؟ هاي المنتجات اللي يستخدمها اثناء السباقات فقط يعني بالصيف يعني جزء منتجين يطلع منها. هذا الفحل اول سوبر ايس، اول ايس فيجن، اول سوبر ايس على دقيقة حمودة خليني افتح الكشف. هذا شنو؟ اول ابوه تبجيري وامه تبجير اسامه ابو زيد 14 سوبر ايس. ايش طلع هذا 500 اول سوبر ايس، اول ايس فيجن، اول على الكرخ. ما شاء الله هذا اول على دمج الكرخ. سوبر ايس. اي سوبر ايس. اول سوبر ما شاء الله. على كل جميع انديه الكرخ 17. ما شاء الله. يعني هذا انتج. هذا هو وبناته واحفاده سوبرات. ما شاء الله. اول سنه من طبقته طلع لي ال 52 وال 53 وال 50. ما شاء الله. ثاني سوبر ايس 52 بته ابنه فحل. حلو. على ارهامه 99. وطلع لي 10 على الكرخ و20 على الكرخ. ما شاء الله. 50 وال 52 وال 53. ما شاء الله. ما شاء الله. طير طير منتج وهو طير غالب اول سوبر ايس على دمج الكرخ. هو بطل هو نفس ال 500 ابوه هم بطل. فد العام مات. طير ابوه ثاني سوبر ايس. امه ثاني سوبر ايس. ام 500 عنده طيره وفحل 500. ابوه ثاني سوبر ايس. 500 ما ترجع؟ ترجع الطيره والفحل. لا 500 اي. الطيره امها 33 اول سوبر ايس على النادي اول على الكرخ. حلو. هاي الطيره فايزه؟ هاي الطيره هاي اولى سوبر ايس على نادي حي العام. ما شاء الله. ورابع على الكرخ. من 8 سباقات كانت هي اولى. اخر سباقه سجلت يعني بعد ما طيرت بناتها؟ السنه لا بعدها. هاي 913. ما شاء الله. طيره جميله. ما شاء الله. هاي للعلم هي وخواتها سباقات. ما شاء من الله. 2020 اخذتها امها بثاني على الكرخ.
ابوها المن يرجع. اختها ابوها اول عناد ثاني. ابوها وامها. ابوها تبجيل وامها تبجيلي. يعني غالبات؟ اي ابوها ثاني سوبر ايس للسبعتين 8 مال مهند والفاليوم. حلو. والاماي 500 ترجع للحمام البزير حمام شرعت عليك. اي بعد ايش عندك حمام؟ يعني هذا الحمام كله ابوه غالب امه غالبه. ما جاب الفراغ. اي ما انا عندي بس هذا الفحل اجنبي. بس هذا الطير. هذا درك فان ديبل شاتل كله شيء. هذا هو بناته هواي عندي شبرات. ما شاء الله. 5 6 هذا الطير. مدير 18 ما شاء الله. طابق على هاي الطيرة. هاي اختي الاولى سوبر ايس على الكرخ. هاي طالعة ثاني على الكرخ. هاي 214. يعني اختها اولى على الكرخ وهي ثاني سوبر على الكرخ. ثاني. ما شاء الله. هاي 214. يعني ذن اخوات اثنين هي. هي اخواتي 213 ولا 14 وهاي هم اختها. اول سوبر ايس اختها على الكرخ وهاي اختها ثاني سوبر ايس على الكرخ. يعني هاي 214. شو ولا بس ابوها يعني هاي سلاله شريفه. ابوها فالكو 415 والام 500. ما شاء الله ما شاء الله. هاي هم اختها. 67. هو احنا جايين هنا بالسرعه. هاي صباح الخير. خذك صباح الخير. ما شاء الله. ما شاء الله. هاي العام ثالث سوبر ايس على النادي وثالث على الكرخ. هم اختهن. اختهم من لا تصير خالتهن. اخت امهن. اي اخت امهن. إيه. اخت امهن صحيح. ما شاء الله. هاي هاي الطيره هم صباح الخير. شو محصله؟ هاي شو ثالث على محطه؟ النادي. ثالث سوبر ايس على النادي. عندها اول على الدمج. وعلى دمج الكرخ الصايره هاي الطيره. ثالث. ثالث على دمج ثالث. ثالث سوبر ايس على دمج الكرخ وثالث سوبر ايس على النادي. يعني طيره كلش حلوه على قولته صباح الخير. رقمها 67. شوف جيب الرابط. هذا الطياره رقمها 667. عندها اول بالدمج وثالث وسادس بالدمج. ما شاء الله. اي يعني 3 مرات بالعشره. اي ما شاء الله. اي الفحل راكب عليه. زين الفحل شو يشبهها؟ فحل. هم صباح الخير. هذا لا بالدوزر هذا. الدوزر. هذا طيركم انتم مسمينه بالدوزر؟ اي بالدوزر. ايه. هذا ابوه تبشير ابو زيد حفيد الكتل ونيو كتل. ما شاء الله. ابوه وهو طالع اول سوبر ايس، اول ايس بجن خامس على الكف من 2020. اول سوبر ايس، خامس ايس بجن. لا اول سوبر ايس، اول ايس بجن. اول ايس بجن. خامس على كل انديه الكرخ. ما شاء الله. 306. هاي افتح رابط تاخذ. ما شاء الله ما شاء الله. 306. ام ال 500 هي هاي، تصير خالتها، يعني انا طابقه على خالتها. يعني هذول اساسات اللوفت. هذا بناته غالبات. ما شاء الله. بنات سوبرات. اخذت بنت ما طلع السوبر، اخذت اول وعاشر و12 سجلت 4 من 8 سباقات سجلت 4. ما شاء الله. طير مميز ما شاء الله. اي وللامانه يعني الطير بسنتها بنجبنا ابوه من نسار. فد هو بزرناه يعني ما بزرنا خواتله، بالصيف جبناه امانه الله. عليكم السلام حبيبي ماهر تسنيم. وبزرناه طلعنا طير واحد غلط. يعني احنا ما نقدر نعرض لكم هن اكثر من 80 طير سوبر ايس، احنا نعرض لكم قاعد نقتصر. اي الحمام. هاي الطيرة امها تبجير مهند، البيترات قديمات مال مهند، وابوها بيتر بشاد بدمر. هاي طالعه اولى على الكرخ من 2020. هاي 230. اولى سوبر ايس على دمج الكرخ على كل انديه سكا. ما شاء الله ما شاء الله. 2022 من 2022. هم تعود لهاي الطيور؟ لا هاي بيتر مربي. هذا غير امها تبجير مهند وابوها بشاد بيتر مربي مشتري من مهند. هاي الطياره اول سوبر ايس على جميع انديه الكرخ. من 2022. ب 2022 ما شاء الله. واختها عشها 29. هسه طابقه على الفحل. تبجير كمان هم بيتر مروي. تبجير ابو احمد. يعني النتائج ما جت من فراغ ابو منتظر. لا ما كمال يعني الله شاهد. وستيفان لامبرت. هواي شرحت الناس يعني ابطالنا هواي شرح حياتهم هذه قريش شرح هواي ابطالنا قاعد تشرح على الحمام السوبرات. حمام السوبرات هاي النتيجه مالته الله شاهد. هذا السوبر يطير باجواء العراق. احنا جاي نشرح ونسولف والناس قاعد تشرح يعني ما يجي من فراغ، طير السوبر يطلع سوبر، هسه كل حمام يعتمد على السوبر. اخو السوبر
طير السوبر. بارك الله بك. هذا حمودي شنو؟ هذا تبزير كمال ابو احمد، تحياتنا هذا له. بيتر مروي ستيفان لامبرت. ما شاء الله. هم بنات السوبرات تقريبا 4 عندي بنات السوبرات. ما طلعت من هاي الطبقه؟ لا طبقه جديده. ها طبقه جديده. مهند القريش على كمان. هاي اختها 29. وين هاي 29؟ هاي 30. هاي اختها نفس العش. هاي عش الاولى على الكرخ، على دمج الكرخ. اي هاي طالعه ثاني على النادي ورابع على الكرخ من 2020. يعني هن اخوات اثنين بيناتهن. اخوات بنات كذي. اولى وحده اولى على جميع، اولى على جميع انديه الكرخ. بيتر مال. وهاي اختها عشها 29 رابع على جميع انديه الكرخ. رابع على الكرخ السنه 29. نشفي ذيك يعني هن فد اثنين. هذا الفحل ابن الفالون مال ماله. هسه العام طلع خامس سوبر ايس. ابن طيركم الفالون الكبير. هذا ابنه. خامس سوبر ايس بالنادي؟ بالنادي حي العام طالع يمكن 20 لو 21 على الكرخ. ما شاء الله. احنا جايينكم بالسرة يعني خانه الاخوه المشاهدين، تحياتنا لهم 150 مشاهد. خانه نجيب هو ما عندنا شيء ان شاء الله اليوم. لا ما عندنا شيء. حلقه مميزه يشرح بها عن الحمام، عن منتجات، شرح الرجال وهاي الحمام اللي عنده. هاي امها لسه 208 مال مهند. امها سابع ثاني سوبر ايس على نجوم بغداد، وهي طالعه تاسع على النادي و11 على الكرخ. ما شاء الله. ما شاء الله. 58. هاي بال 2020. عمود من تقول 11 يعني يذكر 11 سوبر ايس على جميع انديه الكرخ. على جميع انديه الكرخ. احنا ما عندنا طير نظام والسوبر. نقول ايش نتيجه يعني سوبر. للمتلقي احنا. اي رحم الله والديك. هذا فحل ثامن سوبر ايس. هذا الفحلها مطلوب بالنادي لو بالله بالنادي. بالنادي. بالنادي ثامن سوبر ايس. لا والله طور درجه اولى يعني مو مجامله. طبعا واي بطل ثابت يقول هذا الريش موجود اللي يسولفون عليه. صحيح. كلهن بيهن. كلهن بيهن. كلهن بيهن. صحيح. هاي 99. هاي رقمها هاي 99. من 2018 ثاني سوبر ايس على الكرخ على جميع انديه الكرخ. هاي الطائرة 99 ثاني سوبر ايس 2018 على جميع أندية الكرخ. هاي وبناتها كلنا تعود هاي الطيره. هاي امها اولى على الكرخ ال 433. يعني هي اولى وبتها اولى. وبناتها اولى. هسه بتها 11 سوبر ايس على النادي، وبناتها ال 50 52 54 هاي رقم 500. والله هذا الحمام مظلوم إعلاميا يعني. يعني هسه أكثر من 5 طيور 6 أوائل على دمج الكرخ، أوائل سوبر ايس على دمج الكرخ. ثاني سوبر ايس على الكرخ وخذته ثالث سوبر ايس. ثالث سوبر ايس ثالث سوبر ايس على جميع انديه الكرخ. ما شاء الله. هاي يعني 10 اثنين خوات طاروا نفس السنه 3 سوبرات. ما شاء الله. واحفاد سوبرات وبنات سوبرات. ما شاء الله. هذا ابو الطيره الاولى سوبر ايس هسه على النادي ثاني على الكرخ. هذا ابن الفالون لسه 208 مال مهند. هم عيونه صفر. اي هذا ابو تبزير. هذا ثاني سوبر ايس. هذا ابو الثاني سوبر ايس على جميع انديه الكرخ. ابو الاولى بال 2020 حلو ما شاء الله. الثاني يعني هو امه الطير سوبر. امه مو سوبر، لا تبزير مهند. وابوه سوبر؟ لا ابو هو طير سوبر. هو هذا الطير سوبر. هذا الطير سوبر. اي هذا ثاني سوبر ايس. وعشه 10 سوبر ايس 16. ما شاء الله. 415. هذا فالكون احنا مسمينه. انت عندك هذا طير؟ هذا هو بالتصليح السطح كله. يعني هذا بناته اولى سوبر ايس على الكرخ بال 2019 تعال جيب التصوير هناك احسن. خير الكلام يقول لك ما قدر. نكمل من الطيور ونروح. دقيقه واحده كرر. لا نكمل بال 2019 ثاني على الكرخ 511. ما شاء الله. بال 2020 بت اولى على النادي واولى على جميع انديه الكرخ 218. ما شاء الله. اولى على جميع انديه الكرخ. بال 2021 22 الثاني على الكرخ اللي هي ال 214
وال 213 طالعه خامس على النادي. حلو. هو طير اجنبي؟ لا هذا جده ابن الفالون. تبزيرك هذا. اي ابوه تبزير مهند، امه ابوه تبزير مهند، الفالون 780. ما شاء الله. صلح على اكثر من طير. وطير ناعم يعني اللي يدورون طيور خشنه، طير ناعم وكان يجي بالسباقات كمان حموده هذا الطير منتج هواي طيور سوبر رايس يعني قلب لنا اياه جنحه جسمانيته ظهره. جسمه وسطاني الطير. جسمه يعني وسطاني. اي هذا الطير. هذا شيء خير عندي. هاي عيونه هذا ظهره. طير كان بالخانه وطير تبزير يعني هو. اي وغالب بجنحه يجي ما يحب بالسباقات. العام بالثالث على الكرف وخامس وعاشر. ما شاء الله. وثلاثة ثلاثة. ما شاء الله. يعني طير ما شاء الله يعني. الاول على النادي وثاني على الكرف. وهو ذكرت سوبر رايس. هو ثاني سوبر رايس. وانتج سوبر. وانتج سوبر رايس وانتج سوبرات. ما شاء الله. هذا ابنه. هذا سابع سوبر رايس على نادي حي العامل وعاشر على انديه هذا ابن ذاك الطير. هذا ابن الطير اللي هسه عرضناه. من ال 15. من ال 15 هذا ال 205. هذا سوبر. سوبر اي. ايش طالع بالسوبر حمودي؟ على انديه الكرخ 10 على انديه الكرخ 10 سوبر رايس على جميع انديه الكرخ. وبالنادي سابع سوبر سابع سوبر رايس. سابع سوبر رايس. ما شاء الله. وانا طابق على طيرك هاي بنتي 56. هاي تبزير اخونا البطل مهند القريش وبطل العراق. وعينها تشبه امها هم. صدق عينها تشبه امها. لا هي الطيره كلها بشكلها مواصفاتها تشبه 56. هاي ما طيرت لها هاي السنه. لا فكيت لها. فكيت لها اثنين. ابنها اخذ اول على الدمج. ما شاء الله. اي ابنها. هذا ابن ال 156. هاي بنت ال 156. اي انتجت على الفالون. انتجت. اي اول اخذ منها اول على الدمج، اول على النادي عنده ثاني وثالث. ما شاء الله. عنده 9 مرات في العشرة. بس يشيلوا موسمين بس ما طلع سوبر رايس على الدمج. ما شاء الله. يعني امها افضل طيره صار السوبر. ابنها هاي بيتها الطيره هم طلع الطير هم غلط هذا غلط. ما شاء الله. وما ينزل ما ينزل. طيرة اكو تصوير يعني طيرة درجة أولى بنت حتى 56. ابو عباس يعني مشوفين التصوير. يجي الطير يجي شلون الرفته ويعدي يفتر اللي يرجع يحب. حمود انت الحمام فارد يعني هسه اكو خانات فارغة يعني هاي مو جميع السوبرات هسه مطبوقة. هاي جول احنا نسميها جول. هاي اختي 415 من جهه هم تبزير مهند امها وابوها. ما شاء الله. المارسيل والبيتر مارس. صلحتها طير عندك؟ هاي لا ما فاكرها. هالسنه ان شاء الله. هاي طالعه رابع سوبر رايس. تبزيرك يعني هاي سوبر يعني سوبر رايس. مو احنا عبالنا ستور. تاسع سوبر رايس على جميع انديه الكرخ. كلها كرار حتى ما طير ستوك. اي ماكو كلها سوبر رايس. تطلع خامس سوبر رايس على انديه الكرخ. هسه نريد نشوف طير مثلا اجنبي ما عندي الغاليه. ابراهيم جوري والله صحيح هذا الحمام يستاهل نتعب عليه. حمام خط طول يعني كله سوبر رايس على الدمج. فمضموم هذا مضموم ما حد يدري فيه. تبزير مهند ابن 147. هذا ابن ال 147 مال مهند السوبر رايس. والعام طلع لي ثالث على الترخيص 67. انتج هذا ابن ال 147 تبزير مهند القريشي. انتج الثالث سوبر على جميع انديه الكرخ. ما شاء الله. وتاسع و16 العام فكيت له يمكن 5 من 3 سوبرات. ما شاء الله. تحلف طير درجه اولى. هذا ابن 147. ابن ال 147. ايه يعني اعمده اللوب تعده لحد الان حمام يعني كله ما جاي من فراغ، جاي من سلالات. ولو بالبطل يعني لو بطل وحده من عندهم يعني من الا تبزير عراقي. اي لا احنا من قبل يعني اشتغلنا هاي القاعده. هاي اخت ال 99 و500. هاي اخت ال 99 و500. الحمام محمد الوزير ابن اخت فوز ال 990. حلو. علي يوهان. هاي طيرة عندك؟ هاي طايرة. هاي ثالث سوبر رايس عندي. ثالث بالنادي. اي ثالث بالنادي. ما شاء الله. وعلى الكرخ عندها 4 3 تسجيلات قويات. هذا كان تسجيله واحده تصير بالدمج. ومنها العام تاسع سوبر رايس على انديه الكرخ كلها. ما شاء الله. 59. ما شاء الله.
يعني بينها 9 سوبرايس على جميع انديه على الكرخ. الفحل. ما شاء الله ما شاء الله. 59. يعني هاي طيره منتجه 9 سوبرايس على جميع انديه الكرخ، وهي فايزه بجناحها ثالث سوبرايس. بعدين نسولف عليه. يعني ما شاء الله الحمام كله منتج. كله منتج ابطال. رسائل الفحل طالع 11 سوبرايس على نادي حي العامل، يمكن 21 على الكرخ. ما شاء الله. امه ثاني على الكرخ وابوه اول على الكرخ، ابوه تبزير امجد الصايغ. ما شاء الله. تحياتنا طبقه مشتركه. ابوه اول على الكرخ وامه ثاني على الكرخ. هو بسنته احنا الثاني على الكرخ وامجد الصايغ اول سوبر. يعني طبقناهن الاول. يعني الاول سوبرايس على جميع الانديه الكرخ، والثاني سوبرايس على جميع المشترك. طلع هذا الفحل. هم هم عندهم بنات. ايه. قلبا هم عندهم سوبرات. ما شاء الله. ايه. هاي شعور صباح الخير هاي الطيره. وهذا ابوه من السابق الاول سوبرايس للفاو يعني رايح. ما شاء الله ما شاء الله. قصيره. يعني مثل ما اقول هاي لا ما تعود لها. هاي ابوها دركمان دمرك شات الشاي بايع انا. امه 19 سوبر رايس. ما من سابقه هاي الطيره. لا هاي طالع 10 سوبر رايس. ما شاء الله. وعلى الكرك موجوده شوف باللبن. اخوان يعني ما قاعده ثابته، باعينها لا مرات نباوع على العين نقول هاي العين مثل طافيه او سوداء، هاي طيره تبزير. شوف هسه عينها سوداء وطيره صار 10 سوبر رايس. هاي 10 سوبر رايس. سنتين سوبر هاي. ما شاء الله. ما شاء الله. هاي احنا نسميها مساء الخير. ما شاء الله. الله مسمين. إيه. هاي حيل خوش طيره، عندها 3 مرات تقريبا عاشر. ما شاء وما الله. يطلبها غير حمامنا يعني، هي هم سفاقه تريد تطير. ما شاء الله. راح هذا الريش تسولف عليه. كله موجود هذا الريش بهاي الحمام. ايه شوف طير هاي سنتين سوبر على الكرخ. ما شاء الله. 10 سوبر راسيه. هذا فحل. هذا والله الساعه. هذا لا لا اذن الزوج. هاي الطيره ابوها اول سوبر رايس 500 اول ايس بيجي، وهي طالعه ثالث سوبر رايس على النادي، ثامن على الكرخ. يعني هاي طيره طايره هاي بجناحها. عندي غالبا ثالث سوبر رايس بالنادي. 2022 وثامن سوبر رايس على جميع انديه الكرخ. لا ما شاء الله. هاي يعني. اي امها تبزير مهند 89 طيره بطله بجنحها. انفك جناح فك. طير ابو مرتضى خليه قلبه. احنا ما نطلع. هذا هرمن كوستا تبزير مهند. هذا الطير تبزير مهند القريشي. اي هرمن كوستا. هذا ابو الاولى سوبر رايس من 2017. ما شاء الله ما شاء الله. ابو ال 433، ابو ال 91 خامس سوبر رايس، ابو ال 97 و 96 بناته تقريبا 8 الى 9 سوبر رايس. يعني هذا الطير خارق، ابو 9 طيور سوبر رايس. هو بحجل اب ل9 حمامات سوبر رايس. تبزير اخ البطل بطل العراق الحبيب مهند القريشي. 330 هذا بناته واحفاده سوبر رايس. ما شاء الله. هذا ابوه معروف يسموه الاسود هيك يعني الطير. هو طير بحجل مهند تفريق مهند القريشي. تحياتنا لابو عباس. اكو حمام بعد؟ والله 80 طير يعني سوبر رايس. شلون ماكو بعد؟ حمودي هنا 300 حمودي. ايه يعني هسه الحمام عند حمودي كله طاير باجواء العراق. ايه. واحنا هم الحمام نجا عده كله باجواء العراق، السوبرات اللي عده كله باجواء العراق. حمودي ما اعتمد على طير والله جده فايز ببلجيكا. لا وطيور مسميات وطيور بدفاتر. اعتمد على الطيور اللي اشتغلت عندنا. الحمام الفاز بالرصافه عند مهند القريشي، الفاز الحمام صلى عند مسام زين، محمد جبار. اقتنع حمام من عندهم وطيور البزير صلحها عندك؟ يصلحها؟ هم نفس اجواءنا تقريبا قريب على هاي هاي محل يصير عندك فواز اخوان. طبعا هذا الحمام اللي يفوز باجواء العراق ما يغلط على الحمام. هاي نتاجه. هاي نتائج. ايه هاي سوبرات ايه. شاهد من تقتني اسماء وتقتني شو اسمه الضوء اللي تراوح بمكانك. بس هذا الحمام نسولف عليه سوبرات العراق احسن من 1000 شهاده الله شاهد. طبعا ايه. هاي الطيور ما تغلط الله شاهد. هاي نتائجها ما يقارب تقريبا. والله عندنا رجال بال 25. حمودي عندك طيره رقمها 433؟
اي هناك هسه بيتنا ذا بالبيت الثاني يقول خلي يشرح عليها. هاي الطياره هم سوبر ايس؟ هي اول سوبر على ايس. النادي وعلى الكرخ وام ال 500 وال 99. اي احكي لنا عليها لو هوايه احفاد السوبرات على الكرخ. هذا الفالو طلع؟ هذا جد الطيور. هاي الطياره اللي طلعت هالسنه هاي الطياره مال هاي السنه. اولى على النادي كوفيشنت 0.99 يعني ماكو بانديه الكرخ يعني بالانديه خلال 10 سنين 0.9 بالانديه مو ماشي على الدمج. اي لا لا على الانديه على انديه الكرخ اللي طلعت اعلى نسبه. النادي يعني إيه. 4.99 بس هي على الكرخ كلها 0.58. شو النتائج هاي السنه الطياره؟ نتائجها هاي عندها 3 مرات اول عندنا ما شاء الله. ما شاء الله. عندنا الثاني ورابع وسابع. هاي الطيره عندها نتائج 3 مرات اول بالنادي. إيه. نتائجها بالدمج بعد بالعشره كو عندها؟ عندها كلها بالعشره نتائجها. كم تسجيل عندها بالعشره؟ عندها تقريبا عندها بالنادي 5 مرات بالعشره. حلو. مو ضمن 3 مرات؟ اي يعني السباقه اللي ما وديتها بطحه وسماوه كان شرجي ما وديتها. كم سباق سابقتوا؟ السابقه هم سابقه 10 انا السابقه 8. هاي الطياره مسابقه 8 سباقات. 9 سباقات. 9 سباقات؟ مسابقه 9 بس سباقات. المهم لا موديها لا موديها ب7 سباقات. 7 سباقات 5 مرات بالعشره. اي ابعد مركز عندها بالنادي رابع. ما شاء الله. اي اول 3 مرات اول وثاني ورابع. ثاني ورابع. وعد دمج عندها ثاني ورابع وسابع و13. ما شاء الله. و23 و23. ابعد طياره مميزه. هاي السنه ثالث سوبر ايس على جميع انديه الكرخ. ابوها 415. أول 500. لما يرجع 415. الفالو مال مهند وسبعتين 8. ما شاء الله. وامها ال 500 هسه طياره مريضه هي هسه مستودعه. 500 المن. 500 ترجع للحمامه الجزير وفيها الكوسه مال المهند ترجع. والله ضروري 433. حمود هاي ضروري تاخذهم تروح تنومها بالمستشفى. يعني هم 3/4 بيها دور مهند القريش. اختي الاولى بال 2020 على الكاف، واخت العام الثالث على الكاف. كظن علاو الفحل. هسه نجيب الحين. والله ما ينقطع. لا يجي. والله هسه هاي 699 هي طياره صغيره. هاي بت السنه. اي يعني والله شاهد بالتصيف. بت الصيف. السابع 20 بزرتها. صار الثاني على كل انديه بغداد الكرخ. واذا يختارون 5 سباقات يصير عندها بوينت 0.89 الخمس سباقات. اي هاي ابو نظور قلب انت شوي واشرح عليها. وان هاي الطياره مفتكه 7 سباقات. 7 حمودي مو 7. 7 سباقات مسدده 5 مرات بالعشره الاوائل، 3 مرات اول ثاني رابع. يعني 5 مرات بالخمسه الاولى. 5 مرات بالخمسه الاولى. إيه. بالمراكز الاربعه الاولى هاي الطياره. عندها ثاني على جميع انديه بغداد الكرخ. عندها بعد ثاني رابع سابع. عندها رابع 23 على جميع انديه الكرخ، سابع على جميع انديه الكرخ، بعد 13 و13. 23 هاي الطياره صايره ثاني هاي السنه على جميع انديه الكرخ. 0.58 0.58. ما شاء الله. ما شاء الله. وبالنادي 0.99. حمود يقول هاي يعني ما يقارب ب10 سنوات ماكو طير بالكرخ. علي بالنادي جميع انديه الكرخ صار نسبه الكوفيد مالته 0.99. علي دارسين حبيبي تقدر تتصل وتشوف الطياره عليها بيعه ولا لا. تقدر تتصل على الاخ حمود الشويلي علي الشويلي. هذا الطير شنو؟ احنا ما نقدر نتدخل اثناء البث. هذا جدها يصير. هذا الطير الفالو. هذا جد الطيور نقول. هذا جد الطيور. جد الطيور. طير الفالو هذا لمن يرجع؟ هو برابطه تبع هذا تبزير. اغلب حوامك يرجع البطل مهند. هذا الطير تبزير بطل العراق المخضرم مهند القريشي الاخ البطل. هذا تقريبا حمودي صاير جد الطيور. الطيل حموده خلي قلبه هو يشرح لنا علي شو محقق من انجازات هذا الطير. اي هذا الطير حمود يذكر بناته ايش كم طير سوبر. 16 هذا ب 2017 بناته 7 طيور سوبر هاي ساعدنا بناته اول سلفته ماكو دمج بس يعني نسابق بس انديه يعني بس نسابق دمج بس ما يطلع طبعا بس نتيجه بس ما يطلعون السوبر. على عده طواير لو على 5 طواير 4. ما شاء الله.
يعني بالتل واحد صلح على 5 طواير او 89 ال 415 16 يعني اذا افك لي 4 يطلع 3 سوبرات و 4 سوبرات. ما شاء الله. يعني هذا الطير ابو كم سوبر تقريبا بلوفتك؟ يعني تقريبا 15 16 طير سوبرات. بناته وبنات سوبرات؟ لا بناته وبنات تقريبا سنه من 40 طير. ما شاء الله. اي والله. هذا الطير تقريبا 40 طير بناته واحفاده وبنات بناته سوبرايز. هو هذا الطير تبزير الاخر بطل مهند القريشي. اي هو هذا. هذا الطير شو مسمينه؟ والله ما مسمي. عجب. هو الفالد هو بناته هو ولا 415 16 الواحد بناته صلح السوبرات. بناته سوبرات. بناته اقوى بعد مو سوبرات بناته بعد اقوى. ما شاء الله. اي هو هذا الطير يشد. يشد طابقه على الطيره الاولى سوبرات. اي على حفيدته. يعني هاي الهسه ثاني سوبرايز على الكرخ حفيدته. رجع الطبقه على حفيدته يعني ثبات الدم. هذا ابو ال 599. هذا ابو ال 500 ايش طالع سوبرايز؟ ثاني على الكرخ ثاني سوبرايز على دم الكرخ. 99 هم ثاني على الكرخ. طبعا هذا الطير الشكر خاص لوسام ابو زيد اخونا بي. تحياتنا وسام ابو زيد. احنا ردنا ال 246 محمد سعود الابزي. ايه. فقال ليش تبي تشترونه؟ قلنا له بكيفه هو يخلي الرقم للامانه. فقال ما يبيعه. 246 بوقتها 35 اول وابوه 46 ومات عندنا بزير. حلو. ايه. ثاني سوبرايز. هم يجي حمام الدرك فان دبلك وامه اخت فوز هاي ام الرابع سوبرايز 990. ايه. سنة فوز طلع 16 وامه رابع سوبرايز. هذا يعتبرها مع اساس اللوفت. اي اساس اللوفت. ايه. بعد مده خطيه وسام خابرنا قال جبت لكم. تحياتنا للبطل وسام ابو زيد. ابن الفالون. بس برخصة كرار اكو ملاحظه انتبهت عليه كرار. اغلب الحمام شفت تقريبا السوبرات يعني 70% 80% طواير. اي طواير صحيح. يعني احنا كنا نعرف سابق فرد لو طبق. لا حمام فرد. اي فرد. النظام يعني. الشباب يعني الاخوه اللي يعلقون اي واحد يريد يطور حمودي ما يقصر يعني وان شاء الله ما يقصر. اغلب بعيد قريب يوصلنا الطيور. يعني شيء طواير شكل طير غالب هاي الريشه المقصوصه موجوده ما شاء الله. تقريبا 9 10 11 طيره والباقي حمود الشويلي عقيد كاسات يخصك بالسلامه. الله يحفظك. نقدر نشوف الطيور فايزه قريبه. كرار الربيع يقول صديق اخذ منه زوج وهاي كل سنه يفوز به هنا وهالمره اخذ الطير 4 مرات اول. يعني طيوركم هاي مصلحه. حمام ما شاء الله. حمام الناس اختلف من عندك تصلح عليهم. صحيح. ولد بالفلوج اسمه خليفه السنه طلع اول وثاني على النادي وعنده يمكن 5 طيور لو 6 بغداد. بغداد ولد اسمه سجاد الزويدي سابق بالعام السابق بالمياه شو اسمه هالسنه السابق بالكرخ عمر الكرخ والله يعني بالانديه يقف بالانديه على مستوى الانديه وغرب حمام وصلح. صحيح. اكو بعد ترى عندك نصور غير طيور؟ بعد هو هاي السوبرات يعني انت فاردها نصها. اي هذول احنا هنا هذول السوبرات هذول الطوار وعندي فوق اكو بيه مال السنه ما منزل بس لا شوف والله بيه سوبرات عندك شلون بعد نشوف الطير كثير. اي والله يا كرار شوف لنا طير ستور. الشباب دزيت الرقم مال البطل حمود الشويلي اي واحد عنده شيء ويريد شيء يتواصل. والله الحقيقه ابهرنا حمود الشويلي يعني ما كنا نتوقع. اي والله ما كنا نتوقع حيل. هذا هرمن كوستر بال 2016 17 طالع 5 سوبرايز ال 91. هذا 5 سوبر. هاي الطيور كلها سوبرايز. هاي الطيور لا نطي الصفا خلي قلبه. هاي الطيور كلها سوبرايز. 68 اخو يعني هي تذكر طير حمود. كل السوبرايز هذا الاشعل تبزير وسام ابو زيد هذول كل الحمام سوبرايز. هذا الاشعل هسه ابوه عند الهيربوس العام وولد العام قاعد يغلبن خوات هذا الطير وايد. ما شاء الله ما شاء الله. اي هذا بال 117 مال المهندس. تعال الان نشوف العالم هاي الحمام كله سوبرايز. هو اساس صحيح. هذا السنه بناته 4 سوبرايز.
ما شاء الله. العام هذا ب 117 مال مهند على طيرها من كوستا. اي اكو هذا ب 117. تفجير مهند ولا تفجير؟ لا تفجير مهند. طلعت سوبرات هالطير؟ السنه 3 سوبرات. هذا بن كريستيانو 3 مرات اول مال مهند القريشي على الهيرمان كوستر. بت ثالث على النادي و13 و16. يعني الطير اذا مو سوبر ايس هو منتج سوبر ايس. يلا يعوف بسطحه هاي يعني. وين الكيبورد؟ الكيبورد هذا طير 2013 منتج لنا هواي ابطال يعني تفجيرنا هذا. هذا القديم الحمام القديم. العويطيات يقول ذاك السطح. قول. هذا طير تفجير الولد. هذا جد ال 500 الفحم. جد ال 500. جد ال 23 ولا 24 تقريبا 7000 سوبر ايس. بناته وبنات اي باع عيون ابيض طير ناعم يعني. يرجع حمام بيتر مار وجانسون بيه. ما شاء الله. شوف الرابطه 2013 وقتها. ما طير كبير. اي طير كبير. يشد لو ما يشد هسه الحمد لله. لا يشد. الحمد لله والشكر. واحنا رايحه طيور تشميس. الطير الكبير هاي المحميه يعني. محمية صحيح. هي حتى طير يشد. يعني هاي المحمية شوفوها شباب. هذا التشميس للطيور تطلع تشمس يعني الطيور مرتاحة 100%. وين هذا حمود فوق؟ هذا لوفت ثاني هم معزولة بالطواير. اعتقد هم كلها سوبر ايس حمودي. هاي الطواير هم كلهن سوبرات. هاي اولى سوبر ايس على الكرف ب 2020. الله اكبر عازلها. اللهم صل على محمد وآله. هاي اشرح لنا عليها حمود. اطلع برا شويه. هاي اولى سوبر ايس على جميع انديه الكرخ. بال 2020. بال 2020. كنا من السابق 8 يطلعون 4. هي 6 سباقات هي اولى. وظلت نتيجه نهائيه اولى على انديه الكرخ 218. اولى مشاركه 6 سباقات. اي. واولى سوبر ايس على جميع انديه الكرخ 218. يعني من 6 سباقات محصله اولى سوبر ايس. اولى على الكرخ. اذا الاول شرجي هاي ما دز الحمام. ابن بغداد شخصيا دزيت رقم حمود. شو اي شيء عندكم توصلوا باجواء الشمالي. اي هو حمام اكثر شيء يفوز بالشمال. نبيل جاسم الفحل 500 صورناه. تقدر تعيد الفيديو وتشاهده. هاي الاولى سوبر ايس على جميع انديه الكرخ سنه ال20. وهسه اختها ثاني على الكرخ واولى على النادي. اختها هاي سنه ثاني سوبر ايس على الكرخ. يعني ما شاء الله. ابوها هم ثاني. يعني هاي الحمام كله سوبر ايس. والله حمودي والله صحيح عباس. هاي طيور تنظف العين. يعني الصراحه احنا يعني متفاجئين حاليا بحمود الشويلي. ما نعرف عنده هذا الكم يعني من السوبر ايس. يعني الرجل يعني حقيقه مظلوم. حاطتنا هواي عندك اعلاميا حمود الشويلي. اي والله. هاي الاولى على الكرخ. هاي الاولى سوبر ايس. ب 2020 218 هاي وهي ثالث سوبر ايس. دكلاك نور الدكلاك حبيبي مشتاق. امه بتفوز. وابوها الحمام الفاني الجو. تحياتنا لكم المشاهدين 250 شخص. هي غالبا جنها ثالث سوبر ايس هاي. والله ما اعرف اثبت الرقم والله. كانوا يسوون فد 4 سباقات. خلي يقلبها. هاي بيها الحمام الفان. هذا الراح المتسابق الراح فان ديوك. ثبت التعليق. ثبتت رقم اخونا البطل حمود الشويلي بالتعليقات. هاي 3 مرات عندها يعني كانوا يسوون 4 سباقات عندها فد 3 مرات هي. هسه الى صوره هنا برا الجو. يعني حمود الشويلي البطل يمتلك اكثر من 80 طير سوبر ايس. ما اعتقد جناي يعني هاو بالعراق والوطن العربي عدل بزير 60 مركز من 50 الى 60 مركز. فد مركز اول يعني مو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فد اول مركز اول. هاي الطيره ثاني سوبر. والله وليد تستاهلون انتم. وحمود يستاهل الصراحه يعني. ثاني سوبر ايس بالنادي. يعني هذا حمام ما يفشل. واحنا هسه نعرض به لان نعرفوا هذا الحمام ايش راح ينتج. وهم 426 طالعه ثاني سوبر ايس وثامن على الكرخ. امها طيره سوبر. امها طيره سوبر وابوها اول سوبر. ان شاء الله باكر البث ويا البطل بطل الكرخ احمد المالكي. هاي طيره سوبر
ثاني سوبر رايس بالنادي؟ ثاني رايس بجن. ثالث سوبر رايس وابوها قرار ربيع يقول النادي اللي يشارك فيه حمودي كلها تبطل. يعني طايره سوبر، امهاتها سوبر، اجدادها سوبر. جناحها خلي يشوفون جناحها ذيلها. صفاء شنو هاي الطيره؟ ثاني رايس بجن. ثاني رايس بجن. امها سوبر، ابوها سوبر، جدها سوبر. ما شاء الله. هذا الحمام العراقي، هذا المجوال العراقي. جيب الطياره مال وسام ابو زيد، احنا لحد الان محتفظين بها وقطعه الطياره ما تبين. هذا اللي تقريبا ما يقارب 25 طير كلهن سوبرات. اي صحيح. وهاي مال وسام ابو زيد. تعال هنا طلع اخونا البطل وسام ابو زيد صاحب افضل طيره بالوطن العربي 238. والله هاي 14 سوبر رايس. هاي 14 سوبر رايس. ام ال 500 وام ال 91 وال 68. ما شاء الله. كبيره الطياره كبيره بال 14 هسه قامت بتبين. هاي ترجع لابو زيد. اي هي غالبه بجنحها. هاي غالبه بجنحها. طلعت طيور عندك هاي الطيره؟ اي طلعت هوايه. بناتها واحفادها. شو تسوي من 2014 لحد الان؟ ما طلعتها ما نخليها. الامانه الحمام وسام ابو زيد صلح باغلب لوفتات. عندي صلح عندي مال محمد جبار اغلب لوفتات بعد نشوفه. اي هوايه. غير عندنا سوبر سنتين على الكرت. وين 21 ترى الامانه انا ما نطلع عليه اليوم جمعه انا ما اعرف الطيور الا سن حمودي. يعني هسه من جاي يذكر يقول اولى سوبرات ما يذكر نتائج مالتها كلها ونتائج بناتها واحفادها. نتائج بالعشره الثانيه ما جاب السالب الدمج. حفيده مال ابو زيد. هاي طالعه سابع سوبر رايس. ما شاء الله. عندنا عندها 3 مرات اول، عندها مره اول على الدمج على 9000. حفيده. ما شاء الله. ترابطتها 336. هاي عندها 3 مراكز اول. والله حموده هاي الطيره خلينا نتمعن بيها شوي. افتح جناحها. يعني الله شاهد حمود جاي يذكر المراكز الثلاثه الاولى ويذكر الصايره بالنادي والدمج بس. ما يذكر طيور مسجله تاسع سابع ثامن. هاي مراكز ما جاي يذكرها. اكو عندنا طيور هم اختصاص يعني مركز 10 مثلا. مرصد عدد البخاريه 3 مرات عندها 10. طيور سوبرات بدمج الكرك صارت 11 و13 وهاي المراكز بالعشره الثانيه ما جاي يذكرها حمود. اي ما يذكر بس الطيور المميزه دخلت صارت سوبرات. هاي حمودي شو محققه؟ عندها 3 مرات مركز اول. لا سوبر رايس. سوبر رايس طالعه سادس. على جميع انديه؟ لا على النادي. على النادي. عندها يمكن 3 تسجيلات على الدمج. ما شاء الله. ودائما يخطون سجل 3 صحيح وبعد وحده تقص عليها. اي صحيح. يصير شيء. طيره يصير بها خلل او شوف شنو. كل الحرام فوق. هاي هاي يسوي احنا طبعا كل حلقه لازم هاي كوس هاي الشهايد عليه. هذا البرج مالنا بين 2013 14 مال هذا لوفت 2013 ما نفرشين هذا. ما ما فرشين. نفرشين. هذا انبلت على اساس الطيور. كان هناك مربع ب5 يصير 10 زواج. الطيران ولد العام ولد صديق. كلها صوره. هذا اللوفت انبنت على اساس الطيور. على الطيور. حتى ما تمام. بعد شلون جالسين محتفظين باللوفت مالهم. وكانت هنا توقف الطيور ونشد الماء. ما شاء الله. تحطن هناك الطيور تحط هناك بعدين حطيناها تجي هناك. بالساعه وطلع سوبر رايس. هذا الطير اللي شفناه كله في 2013 وطيور هنا ما شاء الله. هذا البرج للامانه. حلا والله. اكو شغله بعد هاي تفيد المتسابقين. وهي هذا مثل المعلف حلو. هيك بنت تخلي تاكل الطيور ما يوقع الاكل ويروح بالارضيات يبقى الجناي يستفاد منه. والله عاشت هذا ايده. شغل جوستوني هيك. هذا المعلف داق له شلون المعلف ثاني. معلف ثاني الطير من ياكل بعد ما يوقع الاكل يعني هاي هم للفائده للعالم يعني. شغله حلوه ومرتبه. والله يعني شكو شيء عندهم مسوينه فايدهم ذكروا للعالم. احنا الغايه والله فكره يعني هنا يسوون افضل كل المتسابقين. لا يسوون هاي مال اعلاف. خشب يحتفظ بالاكل. خشب رطوبه ماكو. تنسى شتاء صيف هذا حلو. هذا مال المايات. مال المايات هذا. احنا نخلط وياه حتى مال هذا الشركه هاي. حلو. هذا الاكل بفستق وهاي يعني مال الامايات. وبعد بيشغل حمودي لا قبل اطلع صور اذا يريد مثلا يسحب احنا عندنا اطفال يسحبون يوضعون الاكل. صحيح.
تسطله تجرها ينزل لك منها شغله مرتبه حيل. هاي الكؤوس. خلينا نسد الباب على مود يطلع عن كلهن دخله. ايه صور الكؤوس كراديس كؤوس من هاي الكؤوس مال بطل الكرخ حمود الشويلي. هذا ال 15 كنا نسولف عليه بالساعه. هسه طالعه كلهن، هذا كلهن صور الحمام الغالب. والله عندنا بعد كؤوس وصور ما مخليين. يعني هاي نعرفها للاخوه يعني مالتها السوبر ايس. هاي الكؤوس يعني ما شاء الله شغله مرتبه. هاي الكؤوس حمود. هاي البخاريه الجنونيه مستعملين تصويرها. هم معترضين بس بالكؤوس الاوروبيه. هاي جون الكؤوس المحليه ما عندهم واحد. شوف هاي 97 هذيك بالتلفان لون 81 يعني ماكو طير مسجل 4 مرات. هاي 99 طياره شرحنا عليها قرار صورها. هاي نتائجها. نتائج هاي الطياره. هذا الفالكون. اي الفالكون اللي بنات هذا بنات 4 سوبر ايس ما شاء الله. واكثر احنا عندنا بدل توضيح للبث طبعا على الصور كرار مش يقول لك عليه. لا يعني هذا احنا شرحنا على الحمام ما يحتاج بعد نشرح عليه. لم يشوفونه هاي هنا بالتعلي كرار. والله ما يحتاج. قبل كان بالكرخ يسوون 4 سباقات دمج بال 2017 بدايه الدمج. فما يطلعون سوبر ايس كان يعني بس اي و4 سباقات يعني لا 5 ماكو اي شنص. الطيره هاي مالتنا 33 اللي هي اول سوبر ايس. 33 المساعة الأولى سألنا عليها. اي عندها السابع على 7900 يعني 8000. سابع على 4000 ونص. 14 على 10000 و15 يعني الاربع سباقات الدازين. يعني هاي لو مطلعين سوبر ايس على الكاف احتمال اول بدون منافس. هاي ذاك اليوم ابو احمد نسولف هسه النتيجه طلعت الكوبنش مالها 0.51. ما شاء الله. صورتهن كلهن صورتهن اي والله. هاي هسه عندك ال 511 هاي اولى ب5 سباقات طبعا هاي الطياره. والله كلهن هاي مسؤول عنها هواي ابطال وشرحنا عليه. 2018 حمودي بعد وين نروح؟ بعد على طول السباق عادي. بس اللوفت نظام اللوفت مالتك دقائق تتابعونا نصعد لللوفت. الواحد عويطي يريد من الساعه عويطي يريد عويطيات يقول وين العويطيات؟ والله بس ما ابو خالي حمودي تراني ثقيل. هذا اللوفت شبابنا. هذا اللوفت الله دير بالك فيصل لا ترجع منه القاك القاك بالمنوار. شوف مغسلاتهم. لا راح انزلك تسمع المكتب. والله عاشت ايدك. شوف طبعا هذا الترتيب كله العلاوه انا متاكد. سلاحه والله يتعب هذا يخلي لك دائما يمك مغسله وحنفيه تخلص لكن الساعه تصعد ولا تنزل. هاي وحده. هسه اشرح لهم مثل على هذا المسرح. المسرح تقدر تسبح الطيور. احنا مسويين حتى جرارات يعني للامان. جراره هذا تدشر بيه فرخات مدد. تريد تسبح الحمام هم بيه. تعال يعني ماكو شيء ما حكونا به اللي هو حمود الشويلي ابو نرجس وعلي الشويلي ماكو شيء ضموه على الهاوي. الله شاهد يعني كل شيء يسولفون به. بالمتسابقين يسدون الجو احنا ما نسده يعني نخلي هذا السيم ناعم هذا يقلل الهواء. صحيح يقلله. شتاء صيف مفتوح ماكو اي رطوبه ينسون الرطوبه. صحيح والبرج محكم يعني من كل الجهات. يا الله. هاي اكو شغله هنا هم تفيد المتسابقين. هذا اللوفت يا الله اللهم صل على محمد. احنا عندنا هيك السقاطه يعني هذا مثلا هو المهبط وتنزل الطيور. حلو فداك شغله لكم مسوين بيه على مود شنو؟ الحمام يطلع منه ما ينضرب بالستاره. كاظه ما فاتحه. الستاره هي انطلاقيه. الانطلاقيه حلو يعني هو انطلاقيه وهو دخول الحمام. دخوليه على مود الحمام ما ينضرب. ما ينضرب يروح بوجهه. اي والله.
حمودي اشرح لنا على نظام التهويه باللوفت. ايه بس هاي التهويه على طول البرج. سد الباب فيصل. من اساسيات البث طبعا. اي هاي الناس تدور اللوفت الصفي. هاي تهويه مفتوحه. مفتوحه شتاء صيف مفتوحه، هاي بالسقف على طول البرج مفتوحه من الصبحه ومن غربي وشرقي. اي مفتوحه يعني نفس اللي. وهذا التهويه للستايتات، هذا جهه الشمال هسه جاي يكب النهار هواء بالشتاء نسدها. يعني الهواء بداخل اللوفت كلش حتى الحراره احنا مخلين هنا نتابع درجات الحراره به يعني قياس الحراره. حموده هذا برج الطواير. طواير مال السباق. هذا برج اللوفت الطواير. الفحل هذا يعني صغيره مو هذا لوفت الفحل صغير. هذا على مود المتسابق يصير الطير يتلف عليه. صحيح. يعني ما يخاف من عنده، يصير قريب عليه دائما الطير، من يصير برج كبير. هاي الهوايه تنسد لورا. تنسد بس بالشتاء، بالهواء العالي نسدها. اي بس عندنا ستايكات. اكو شغله هنا فايزه حمودي. هاي دربيه فايزه. اي بيها طول فايزه تقريبا اكو 15 14 طير سوبر. ما شاء الله. اي والله ما نزلنا 15 سوبر 14 ما اي نزلنا. السنه بس نزلنا واحده. قد الطير الثاني نزلنا البقت كلهم بقت. اي موجودات هنا بالبراجه. هاي ارضيه بلاستيك هم مخلين احنا، هاي مال محمد فيصل. اللي يريد ما ينظف يعني دائما ما ينظف يتعاجل. اكو شغله هناك في ديره واحد مثلا اشوف هواي متسابقين يخلون المعالف بالقاع والطيور تدرج عليها صراحه. احنا مسوين هاي هيك بدينا مشتغلين ما شاء الله. وهالمعالف ضامين. قاعد كراقات ترتيب كل العلاوه. اي كل الاول مرتب. لا والله ابو نرجس هو النهار كله دائما بالشغل يعني مو. اي بس الفكره اكثر شيء الفكره تطرح. هاي شغله انصحهم. اكو شيء كرار بعد هنا شو مخلين احنا؟ دقيقه. هاي هنا هاي هنا هسه الحضانات جوا. الحضانات ضامنين جوا وهاي ترفع وتطلع الحضانات. ايه ما عليه الحضانات ضامنين جوا. سد الباب علي. لا لو سد هذا سد ما عليه. هذا هم برج الطواير على حمودي. هاي شنو بالشتاء؟ بالشتاء هاي تهويه اذا تمطر الدنيا نفتح عمود القاع شو اسمه. دقيقة اشرح لنا على هاي التهوية بالارضية داخل اللوف. هاي بالصيف مفتوحة الصيف كله، بس بالشتاء تنسد. حلو. اذا الجو رطوبة الهواء يدور على مود تنشف القاع. تنشف القاع. هاي هواية. يعني هاي تغلقها بالشتاء. هذا لوفت الافراخ. هذا لوفت الطواير. الطواير بس نسوي الفرخات. حلو. هاي الكاميرات المساحة عليهن عالي كلهن متواجدات. الطيور احسن. تبي الشغل هذا لوفت الفحل الثاني شوي اكبر من ذاك. اكبر. هاي الطيور هم كلها سوبرات الله شاد يعني. فايزات وبيهم 15 طير سوبر تقريبا زين. اكثر شيء اللي يطلع على بس هم نزلوا بس الطير. تحياتنا البطل الرصافة الاخ البطل سلام السوداني على تواجده بجميع البثوث. الاخوة يسلمون عليك جميعا. سلام السوداني البطل الرصافة. شوف هنا هم نفس الشيء قرار افتحها بيمك. هذا هنا هم ضامين المعالف. اي هنا المعالف هنا. شوف المعالف ضامين والله نفس الشيء جوا الحضانات مخلينها. والحضانات مخلينها داخل جوا هم تنفتح هاي اللي ترفع عليه فوق. حمود هاي الهوايه باش تنقفض هاي من ناحيه. كله ينقفض. لا من يطير الحمام افتحها. بس من يطير تنظف. هسه هاي الهوائيه مفتوحه 24 ساعه شتاء صيف. بس من فوق انت محكمه يعني ما يدخل هواء قوي. هاي مفتوحه بالنابيه. اي يعني بس منها شوفوا شباب. هاي يعني فتحه صغيره يعني ما يدخل هواء قوي اللي يقول غلط يعني خاف واحد يعلق كلها مفتوحه يعني هواء خفيف يدخل. بس يجهز الحمام مرات اوصل 40 كيلو 50 جهاز الحمام افرده. مرات يجهز قبل التدريب. تحياتنا لجميع الاخوه المشاهدين 300 شخص. مره لو مرتين بس اكثر شيء هي مره. هاي عندنا نقطه ثابته 45 كيلو. اي حمام يسابق فرد. لا حفيده لا جوا. جداته وين؟ ما شاء الله مرتبه شباب بعد ما عندكم بالصيف احنا نخلي كل برج بمنهلين. منهلين واذا عندنا شغله مثل والله نخلي مناهل ابد ما نبخل يعني المناهل. اكو شغلات المتسابق لازم ينتبه لها. يعني المي ضروري بالصيف يتبدل. احنا 3 مرات كل 8 ساعات نبدله. والله عاشت ايدكم.
وهاي الفتحه ضروريه تجول للامانه ناجحه عندنا كرار ذيك هذيك الفتحه بالارضيه لا على مود يشوفونها شلون تنسى. لا من حبل احنا مسويها حبل حبل نسحبه وتنزل. كل شغله تقدم طول الدنيا ويوقف المطر نرفعها. من نرفعها شنو؟ ينشف ماكو رطوبه بالبرج للامانه. والدليل انتم كوكسيديا ما مبلعين. ما نبلع كوكسيديا وتنفسيه مالت الله ما ننطي الا يعني قال بدل رابع سباق هيك نبتعد عن العلاج. ابو دراء ابو ضيف الكواليس. بعد هو الاشراف العام على جميع البثوث ابو دراء يعني هو اللي يحط النقاط هو الاسئله اكثر شيء ابو دراء. انا ضحكت احمد قحطان ناشر مقطع يقول المونتاج احمد قحطان. تحياتنا له. تحياتنا له. اقوى الاعلامي الاول بالعراق والوطن العربي احمد قحطان. تحياتنا لاعلام برايجون ما يقصرون جميع الابطال. طيب شنو هالطيره حمودي؟ هاي طالعه سوبر على النادي السنه. صايره رابع. هاي الطيره رابع سوبر رايس. حمام نظيف جاهز. رابع سوبر رايس وراح يسابقون بيها بالسنه الجايه. يعني سوبرات مو بس جو اخوان هاي طيور بعدها يعني بالبرايس سوبرات ما نازل نزلوا بس طيره الثانيه. هاي هي حمودي. ايه كلهم سوا اقول لك سوبرات خوات سوبرات. ختموا لي البث انا تطور صار اكثر من ساعتين. ساعتين؟ يجوز ايه اكثر. عبد فيصل ما يحكي. هذا ال 31 مو عنده اول؟ اي عنده اول وعنده ثالث وتاسع وسابع، عنده 4 مرات بالعشرة. ابو نظوري تعال اختم لي البث. شو اسمه الاخ ابو زهراء فيصل. ابو زهراء قال هذا خوش طير للامانه. رحت جبت له طلع عمودي ايش عنده نتائج؟ عنده يمكن 5 مرات بالعشرة، يعني بسنتين عنده 4 مرات ل5 بالعشرة، عنده اول ثالث رابع تاسع. فؤاد نختم حلقتنا اليوم مع ابطال الكرخ المميزين والرقم الصعب في سباقات الكرخ حمود الشويلي. اخوان شفت الحمام اللي عنده؟ حمام كله سوبرات الله شاهد، يمتلك ما يقارب 70 طير 80 طير سوبرات. المحميه مالته عباره عن سوبرات الله شاهد. فاجئنا من جينا ما متوقعين العدد هذا. عبان عنده 13 طير سوبر 14 طير سوبر. شفنا الحمام ما يقارب 70 طير سوبر. سباقات الكرخ كل سنه حمودي نتائج 5 طيور 6 طيور بالنادي. كل سنه حمودي ما يطلع من 3 الاوائل مال دمج الكرخ. كانت حلقه مميزه. الاخوه المشاهدين الاخوه المشاهدين شكر جزيل اللي يتابعونا اللي جاي يتابعون حلقاتنا. 300 شخص 300 شخص موجودين بالبث ويانا. ادعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا بحلقات جديده مع ابطالنا ابطال الكرخ. غدا ان شاء الله عندنا حلقه وبطل الكرخ احمد المالكي. تحياتنا لابو مؤمن. تحياتنا لابو مؤمن ربي يحفظكم. حمودي كلمه للاخوه المشاهدين. والله ننصحهم بالحمام الايس سوبر ايس. والله صح. افضل شيء هو السوبر ايس. سباقات برايجون بالكرخ سباقات صعبه، سباقات ناجحه. وانا سنه سابقت بجهاز الساعه الباص. ما شاء الله. باص شيء يعني راقي. خلصت نروح النادي ورجعوا. مدير سباقات السنه مال كرخ كان ابو عباس. هو ابو عباس. تحياتنا يعني نسبه نجاح 100%. ما شاء الله. راضي عن سباقات برايجون؟ شلون ما راضي؟ الله يوفقكم ان شاء الله. هي بعد توفيقات يعني للمتسابقين. سباق يعجبك تتسابق به، ما يعجبك لا تودي. هاي سباقات برايجون اخوان، وهاي ابطال برايجون اخوان، ربي يوفقكم. بطل رصاف البطل عبد الفرطوس نورت البث. مميزه للامانه. الطريق الدولي حيل صعب لان الحمام يجي بعكس السيارات. دائما يعني حوادث الطيور تختفي ما تجي. هيك يعني. نختم حلقتنا اخوان مع ابطال الكرخ البطل حمود الشويلي ربي يوفقكم وان شاء الله عندنا نقاط ثانيه ربي يوفقكم ويستر عليكم. في امان الله. في امان الله جميعا.